السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واش حوالكم خاوتي؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير وعافية. اليوم حبيت نتكلم على واحد الموضوع يخص المغاربة واليهود بالذات. هذا الموضوع راح يفهموني بزاف خوتي الجزائريين. خوتي الجزائريين، احنا عندنا في المجتمع نتاعنا حاشاكم وحاشا قدركم القواد يتحب هو الاول ويتكره هو الاول. اليهود استخدموا المغاربة كغطاء، يعني داروهم ككلة بالدرجة نتاعنا احنا باش يوصلوا للمبتغى نتاعهم. المغاربة على واش هما قاعدين يطالبوا بشار وتندوف اللي هما ولايتين جزائريتين الحمد لله، وعلى واش ما همش قاعدين يطالبوا بسبتة ومليليا اللي كانوا من قبل مغربيتين وضمتهم اسبانيا لها، لانه اليهود في الحقيقه هما اللي قاعدين يطالبوا بتندوف وبشار، لانه تندوف وبشار هم اكثر اهميه من سبته ومليليا. الان بعد ما اليهود استعمروا الاراضي المغربيه وتم الاستيلاء على اكثر من 2500 منزل مغربي، والخير راه مازال قدام. الآن سوف يقع صراع كبير بين المغاربة وبين اليهود. كل مغربي راح يحاول يسترجع الأراضي والأملاك نتاعو، ولكن للأسف ما يقدرش، وراح يضطروا أنهم يتقاتلوا فيما بينهم، لأنه المغاربة هم أغبياء في عقولهم. ظنوا أنهم صاي وصلوا للتكنولوجيا ووصلوا لأعلى المبتغيات ووصلوا ولكن يقول لك كلما زاد ارتفاع الظالم كلما زادت شدة سقوطه. يعني المغاربة الآن النهاية نتاعهم، لأنهم هم في حد ذاتهم يعلمون أن اليهود من المغضوب عليهم، يعني يغضب عليهم ربي سبحانه، ويعلمون أن اليهود إن دخلوا أرضا أفسدوها وعاثوا فيها فسادا. يعني كي نجيو للمقارنة نقولوا الحمد لله، لأنه حنايا من الأمة الإسلامية، وحنايا فينا ريحة الإسلام، وعمرنا ما كنا خونة، وعمرنا ما كنا طاعنين في هذه الأمة، وعمرنا ما راح نكونوا مطبعين، وعمرنا ما راح نكونوا مع أعداء الإسلام. لأنه المغاربة الآن راهم راح يدفعوا الثمن غالي جدا، الثمن تاعهم راح يكون باهظ جدا. كيفاش انت عدو الإسلام وعدو الأمة تجيبوا دير معه علاقات، فالثمن راح يكون باهظ جدا. وقبل ما نختم هذا الفيديو، الحمد لله رب العالمين، تحية الجزائر، تحية فلسطين حرة مستقلة.